يا اخي الكاف تتمنيك علينا ولا فاش تعمل الكاف؟ تقول ليه مدرب السنغال توقفوا 5 ماتشوات بعد اللي عملوا الكل؟ زوز جوارات 2 جوارات من السنغال توقفهم زوز مباريات هكا هو ما تعمل حتى شيء اخر، وتغرم الجامعه السنغاليه 300 الف دولار. اش قال قلت لك على الجمهور اللي عملوا؟ يعني الجمهور شويه لقطوا شطر المغرب وشويه لكسروا ستار، تغرمهم 300 دولار 300 الف دولار. لا وغرمهم 300 الف دولار اخرين وقال لك سلوك اللاعبين. يا ودي وين هي الناس اللي خرجت؟ وين هي الناس اللي انسحبت؟ علاش ما عاقبتهمش؟ علاش ما عاقبتش الجوارات اللي انسحبت؟ لا قال لك 300 الف دولار اختيه فيه البركه. وان كونتر بارتي شعمل اون كونتر بارتي عاقب حكيمي، قال لك 2 مباريات حكيمي على خاطر سلوك غير رياضي. حكيمي سلوك غير شعمل به. السيباري 3 ماتشوات و100 الف دولار. اش عمل السيباري؟ 3 ماتشوات و100 الف دولار. اش عمل السيباري؟ اقنعني. السيباري اللي ضرب جمهور المغرب، السيباري اللي هبط خلى الناس تمشي للسبيطارات في جورة الضرب، السيباري اللي انسحب من الماتش، السيباري هو اللي ضرب وليد الرقراقي. وفوق من هذا الكل يغرم المغرب 200 الف دولار على خاطر شنو؟ على خاطر اللي يجمعوا في الكورات مسكنات مشاو هزوا المنشفة. 200 الف دولار على المغرب و100 الف دولار اخرى، 100 الف دولار على خاطر فما جوارات مشاو وقفوا في الزون نتاع الفار. وين يقف الحكم يشوف الفار؟ فما مربع ما لازمكش تعداه. الجوارات دخلوا تعداوه غرموهم 100 الف دولار و15 الف دولار. 15 الف دولار على خاطر الجمهور المغربي استعمل الليزر. يعني تعرف شنو الملخص؟ يعني المغرب في بلادها وتم التهجم عليها في بلادها وضرب جمهورها في بلادها وتم الانسحاب من المباراة وتم سرقة المباراة منهم وغرماها وحكموا عليها فلوس أكثر من اللي حكموا على السنغال. الكاف ترفض احتجاج المغرب وتنسى اللي السنغال خرجت من المباراة وما تشوفش الجمهور شنو يعمل في المباراة، وتعاقب المغرب على خاطر إنسان يجمع في الكورة مشى هز منشفة، ونسيت الجمهور السنغالي اللي كسر الملعب كامل. وبعد تقولوا شنو؟ تقولوا المغرب تسيطر على الكاف وش اسمه فوزي الأقجع هو مسيطر على الكاف. اتفرجوا الفضايح اللي خرجت اليوم. عقوبات الكاف ضد المغرب والسنغال بعد نهائي كأس افريقيا. نبداو بالمنتخب السنغالي. تم ايقاف المدرب بابي تياو 5 مباريات واختية قيمتها 100 الف دولار بسبب سلوكه الغير رياضي. ايقاف إليمين دياي 2 مباريات رسمية بسبب سلوكه السيء تجاه الحكم. ايقاف كذلك اسماعيل صار 2 مباريات رسمية بسبب السلوك السيء تجاه الحكم. غرامة اضافية للاتحاد السنغالي 300 الف دولار لسوء سلوك لاعبيه والجهاز الفني. تغريم الاتحاد السنغالي 300 الف دولار كذلك بسبب سلوك غير اللائق لجماهيره. توا نمشيو للعقوبات بالنسبة للمنتخب المغربي. إيقاف أشرف حكيمي 2 مباريات رسمية مع تعليق تنفيذ مباراة واحدة لمدة سنة بسبب السلوك غير الرياضي. إيقاف إسماعيل السيباري 3 مباريات رسمية و100 ألف دولار خاطية بسبب السلوك غير الرياضي. تغريم الاتحاد المغربي 100 ألف دولار بسبب اقتحام لاعبيه والإطار الفني لمنطقة الفار وعرقلة الحكم. تغريم الاتحاد المغربي 200 ألف دولار بسبب سلوك غير لائق من جامع الكرات. تغريم الاتحاد المغربي 15 ألف دولار بسبب استعمال جماهيره لأشعة الليزر خلال المباراة. أخيرا الكاف يرفض احتجاج الاتحاد المغربي على المخالفات متاع الاتحاد السنغالي وفقا للمادتين 82 و 84 من لائحة كأس الأمم الإفريقية. عقوبات كبيرة من الاتحاد الأفريقي على المنتخب المغربي وكمان المنتخب السنغالي. حقيقي عقوبات صارمة جدا جدا جدا. عشان أكون صريح معاكم أنا ما اتفاجئتش خالص غير من عقوبات المغرب. يعني عقوبات المغرب بالنسبة لي هي اللي صدمتني. يعني مش متوقع أصلا إن المغرب هينزل عليه عقوبات، بما إن أنا كنت في الملعب وكنت في الماتش اللي حصل فيه كل حاجة. في حاجات في العقوبات دي بصراحة ما شفتهاش في الماتش يعني، فأنا بقول لك اللي أنا شفته. أول حاجة عقوبات الكاف في نهائي أفريقيا 2025. لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتعلن عن قراراتها بشأن أحداث نهائي بطولة الأمم الأفريقية بين السنغال والمغرب. هنبدأ بعقوبات السنغال. أول حاجة إيقاف مدرب السنغال 5 ماتشات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دولار. طبعا يعني عادي. تاني حاجة إيقاف لاعبين 2 من منتخب السنغال، منهم اللاعب إسماعيل صار ماتشين 2. بعد منها غرامة مالية على الاتحاد السنغالي وهي 300 ألف دولار بسبب الشغب الجماهيري، و300 ألف دولار كمان لسلوك اللعيبة والجهاز الفني، وكمان 15 ألف دولار بسبب كثرة الانذارات. وطبعا دي كلها كانت عقوبات منتخب السنغال. نخش بقى على عقوبات الاتحاد المغربي.
او المنتخب المغربي. برضو نفس القصه، عندهم 2 لعيبه واخدين ايقاف، منهم اشرف حكيمي ماتشين وفيهم مباراه مع ايقاف التنفيذ. في لاعب تاني اسمه اسماعيل واخد 3 ماتشات ومعاهم 100,000 دولار. دي بخصوص اللعيبه. غرامات بقى على الاتحاد المغربي 200,000 دولار لسوء سلوك جامعي الكرات. الكاف شايف ان الناس اللي كانت بتدي كرات للعيبه كانوا سلوكهم مش احسن حاجه وبيتاخروا في الكور، فعشان كده لبسوهم 200,000 دولار. نيجي للعقاب اللي بعد كده وهو 100,000 دولار لاعتراض اللعيبه والجهاز الفني واقتحام الفار. نيجي للي بعد كده وهي عقاب بالنسبه لي شفته غريب قوي، يعني 15,000 دولار بسبب استخدام الليزر من الجمهور. صراحه انا ما شفتش ليزر خالص مع جمهور المغرب بامانه. وحاجه تانية شفتها برضو، انا شفت ان مدرب منتخب السنغال هو اللي كان بيتعدى على الركراكي. برضو انا مستغربها بصراحه. المدرب بتاع السنغال هو اللي كان بيروح للركراكي وهو اللي عمل المشكله اصلا. وفي اخر البيان اللي نزله الكاف يرفض احتجاج الاتحاد المغربي ضد السنغال بشكل رسمي. صراحه شايف ان القرارات دي فيها بعض من الظلم الكبير، ولكن في الاخر هارد لك للمغرب تعوض وبس.